اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح التفاؤل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معاكم بقى في البلد يوكل مع برجالكم بقى بحبة مخلل حلوين ان شاء الله. بإذن الله هنعمل النهاردة المخلل بتاعنا اللفت. احنا معانا بسم الله ما شاء الله تبارك الله البطرمان بتاعنا يفتح النفس. مشكل بقى من كل حاجة، من جزر لقرنبيط لفلفل. طبعا للحاجة الأساسية اللي هي فيه طبعا البنجر. طبعا احنا عارفين فايدة البنجر بتبقى أصلا في الحاجة. لو لسه بقى ما اشتركتوش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت تدعميني باللايك. هنا بسم الله ما شاء الله كده طبعا الخضار بتاعي انا جايباه معاكم. طبعا اللفت انا غسلته كويس طبعا عشان انضفه معاكم كده. انا معايا برضو الجزر منضفاه طبعا، هعمل التقطيع معاكم. طبعا الجزر ده انا منقياه صغير كده عشان في نفس الوقت يبقى مسكر. والجزر الصغير على قد ما تقدري تنقليه انت تنقيه في المخللات بيبقى طعمه حلو وبيبقى مسكر. وطبعا معلش ما بيبقاش يعني ايه، ما بيبقاش شايخ في النص. تمام. انا برضو معايا اللفت ده بتاعي بشاير. احنا برضو اللفت بتاعنا ما احنا بنجيبه عادي. لو لقينا فيه حاجة من جوه اللي احنا بنشيلها او في اي حاجة. بس احنا عارفين اللفت اللي طبعا بيبقى فيه البشاير بيبقى ايه، بيبقى طري، مبيبقاش فيه حاجة. بيبقى احلى حاجة اللي انت بتجيبي الحاجة في اوانها وهي لسه طالعة. طبعا انا بنضف قدامكم كده اللفت، احنا بننضفه بنفس الطريقة دي. تمام كده. انا غسلاه، لازم اللفت تغسليه كويس جدا قوي طبعا، وبتنقعيه في ميه في خل شويه، وبعد كده بتطلعيه منها وتشطفيه، وبعد كده بتروحي ايه منضفاه بنفس الطريقه اللي انا بنضف بيها دي. كل الكميه دي هنضفها بنفس الشكل كده. طبعا انا ما بخليش فيه عروق كبيره اللي هي الخضره اللي هي بتبقى فيه. تمام. انا خليت كام حاجه كده بسيطه إيه معاكم بس، انما ان احنا ما بنحبهاش فاحنا ايه فبشيلها. تمام. انا بخلي بتقطعي اي شكل انت عايزاه في اللفت، اي شكل انت تحبيه قطعيه. مش يعني اللفت بالذات او في الحاجات المخلله اللي اي حاجه دي بتبقى اذواق اللي انت عايزاه. انا بقطعه بنفس الطريقه اللي انا بقطعها معاكم كده. عايزه تقطعيه صوابع قطعيه، عايزه تقطعيه مربعات، عايزه تقطعيه مثلثات، اللي انت عايزاه براحتك. الشكل اللي انت حابيه تقطعيه بيه. انا بقطعه بنفس الطريقه اللي انا بعملها معاكم كده. هي بصراحه بتبقى حلوه وفي نفس الوقت بتبقى يعني صغيره. تمام. وفي نفس الوقت تستحمل معاكي اللي انت ما تقطعهاش صغير قوي. بصوا انا مقطعه كل الكميه بتاعتي دي كلها كده. تمام. احنا بقى عندنا حاجة بقى، لازم رشة الملح دي يا حبايبي احنا بنحطها في المخلل شوية، يعني بالذات في اللفت عشان بتطلع المية اللي فيه، بتخليه يعني ايه يدبل شوية، ما ياخدش معاكي في مساحة في البطرمان. تمام. طبعا احنا هنسيبه شوية كده. انا معايا القرنبيطة بتاعتي نفس الشكل ده. تمام. انا هعمل ايه بقى، هجيب سكينة وهنضفها معاكم. طبعا احنا عارفين برضو دلوقتي القرنبيط طالع بقاله فترة. القرنبيط بتاعنا ده احنا بنقي القرنبيطة كده مدورة وشكلها حلو وتبقى مليانة. يعني ايه مليانة؟ يعني متبقاش فاضية. لو انت نقيتيها فاضية وبتبقى ايه ما بتستحملش معاكي، وفي نفس الوقت بتعمل ايه بقى القرنبيط الصغير بيقع فيها فما بيستحملش معاكي سوا في البطرمان، بطرمانة المخلل. فاحنا بننقي القرنبيطه اللي معانا اللي تبقى مليانه ومحمله. تمام. بتبقى يعني ما فيهاش حته فاضيه. زي ما انا بقطع القرنبيطه كده قطعيها بنفس الشكل ده. طبعا كده بتحافظي على القرنبيط بتاعك، ما تخليش اي حاجه تضيع منك او اي مثلا حاجه اللي هي في النظافه. انا بقطعها بنفس الشكل ده عشان بتطلع كلها معايا، ما بهدرش حاجه منها. تمام. انا بوريتكم كده. انا بصوا القرنبيطه طلعت العنقود منها بالنص ما فيهاش اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا حبايبي انا كده هنضف القرنبيط. طبعا انا بنضف القرنبيط يعني ايه تنظيف قرنبيط، يعني انا كده. في ناس بتقطع القرنبيط زي ما بتحطه زي ما هو كده، زي ما انا عملت بتقطعه شكل صغير وبتحطه. لا احنا لنا بقى حاجه تانية في تنظيف القرنبيط. تمام. انا بعمل ايه بقى، بروح جايبه مثلا القرنبيطه بتاعتي او بالشكل اللي هو معايا ده. طبعا بصوا انا بنضفها كده
باجي من تحت وبشيلها بالراحة وبنضفها. الشكل ده معايا بصوا بتخلي القرنبيطة معايا على قد ما اقدر فترة ممكنة تقدر تقعد تعيش معايا. تمام. في التنظيف اللي انا بنضفه بيها ده بشيل منها معلش اللي هي بتبقى العروش ده الصغيرة، طبعا ما تضايقش حد وهي بتاكل وبتبقى ناعمة زي القرنبيط من بره. هي انا بخلي القرنبيطة معايا لما بنضفها، بخلي القرنبيطة كلها معايا بتبقى مديها طعم واحد. يعني انا بشيل العروق ديت عشان القرنبيطة لما حد يجي ياكلها تمام يبقى نفس الطعم القرنبيط اللي هو من فوق بيبقى من تحت. تمام. انا اوريكم تنظيفة القرنبيط واوريكم انا بعمله ازاي بنفس الشكل ده. تمام. وانا مقطعاه ازاي، بقطعه كده مثلثات صغيرة او بفصصه كده بالراحة على قد ايه، على قد الشكل اللي انت عايزاه. كده انا معايا الجزر بتاعي برضو هقطعه باي شكل برضو انت عايزاه، بس انا حبيت اوريكم الشكل المناسب اللي هو يقدر يعيش معاكي في المخللات. تمام. انا بقطع بنفس الشكل ده كده اللي هو يعني ايه يستحمل معايا في وقت الجزر، وقت طبعا ايه اللفت والقرنبيط. تمام كده. والجزر برضو احنا مش عايزين نحطه كبير قوي عشان ايه الكبير بحس اللي هو ما بياخدش طعم المخلل، في الصغير بياخد طعم المخلل على طول. تمام. هنا انا كده معايا البنجر منضفاه. انا مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله البنجرتين دول يعني عايزه فيهم فايده عاليه ازاي للجسم. طبعا بيدوا طعم للمخلل وبيدوا حاجه تانية حاجه للمخلل خالص. لو فيهم فايدات عاليه طبعا احنا عارفينها. طبعا احنا هنا كده انا قطعت كل حاجه معاكم، قطعنا القرنبيط وقطعنا الجزر وقطعنا اللفت، وهنا كده معايا كده كام قرن فلفل قطعتهم. تمام. دول حراقين عشان انا عايزه المخلل بتاعي يبقى في يعني ايه في سنه شطه بس خفيفه متبقاش حراقه قوي. تمام. الناس اللي عايزه تحط شطه قرن فلفل يعني تحط الكميه اللي هي عايزاها، بس انا بحط كميه بسيطه نفس الوقت الشطه ما تاذيش يعني اللي هياكل من المخلل، وفي نفس الوقت هتدي طعم حلو قوي. انا كده معايا شفشق البطرمان بتاعي ده كبير. تمام. انا كده معايا شفشق هنا كده مليان لتر الميه هفضيه كله فيه. تمام كده. انا بقى مش عايزه اقول لكم الميه دي طبعا هحطها ميه عاديه جدا من الحنفيه مش دافيه ولا حاجه، عشان في ناس بتحط ساعات ميه دافيه للمخللات، بصراحه انا ما بحبهاش. تمام. انا مش هستعجل على الحاجه او انا مش عايزه الحاجه مثلا تستوي اوام، لا انا بحط ميه عاديه جدا من الحنفيه وبراحتها. كل الحاجه اما تقعد اكتر كل ما بتدي فايده اكتر وبتدي طعم اكتر. تمام. انا هفضي كيس الملح ده كله. تمام كده هفضيه كله. وفي نفس الوقت بقى انا عايزه ايه دلوقتي انا حطيت شفشق الميه وحطيت كيس الملح. هعمل بقى ايه الميه دي لازما الملح ده ادوبه. تمام. ادوبه فيه قبل ما احط فيه المخلل. هفضي نص كيس تاني. تمام كده. يعني انا حطيت اعتبر بالظبط كيس وحطيت نص كيس تاني. تمام كده. ليه بقى انا بدوب الملح؟ انا بدوب الملح يا حبايبي عشان انا عايزه طعم المخلل كله يبقى ايه مفيش ملح تحت خالص. انا حطيت معلقه سكر. تمام كده. معلقه السكر يا حبايبي دي بتخلي معلش معايا المخلل ما بتاعي ما يريمش ويقعد اكتر فتره ممكنه معاكي، ومعلقه السكر بتحافظ لك عليه. طبعا معلقه السكر دي ليها فايده جدا عاليه قوي في المخلل وبالذات في المخلل بتاعنا ده. تمام كده. انا دوبت كل الحاجه بتاعتي، دوبت الملح مع السكر مع الميه خليتهم بصوا كلهم مفيش اي حاجه لها اثر. تمام كده. انا كده هنزل كده بحبه بنجر. تمام. والبنجر ده يا حبايبي يعني انا البنجر ده لو انتي ما تعرفيش مثلا يا ريت تنقي البنجرايه اللي هي تبقى تخينه كده وتحس اللي هي ملحمه معاكي ما تبقاش رفيعه، لان البنجر لما بتنقيه معاكي تخين بيبقى حلو وفي نفس الوقت بيبقى واخد سوا وبيبقى جميل.
اما بتحطيه معاكي في المخلل بيخرط بسرعة قوام. تمام، يعني بيدي اللون بتاعه قوام. تمام كده. انا نزلت هنا بالبنجر ونزلت بالجزر والفلفل. طبعا انا كده دلوقتي بنزل القرنبيط. احنا هننزل الحاجه دي واحده واحده، انا مش هنزل كل حاجه مره واحده، لا، انا هنزل كل حاجه شويه شويه، عشان مش عايزه كل حاجه تبقى ايه، عايزه كله يبقى ايه، عامل زي الطبقات كده. جزر، قرنبيط، حاطه البنجر من تحت، الفلفل واخد شكل معايا. تمام كده. انا مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حبه مخلل احنا عملناهم زي العسل. تمام كده. بصوا بقى الملح، فايده الملح اللي انا حطيتها هنا، طبعا نزلت لي الميه اللي طبعا هنا في اللفت، تنزل الميه وتخلي معايا اللفت دبل. تمام كويس، عشان ما ياخدش معايا لما انت بتحطي قبل انت ما تحطي، يعني قبل ما تحطي اللفت في البطرمان، لو انت عملتي بنفس الطريقه دي، لو انت عامله كميه كبيره هتلاقيهم حبه ايه، قلوا كشوا، لان اللفت بيبقى فيه ميه، الميه دي بتنزل لما احنا بنحط الملح، فبتنزل كل الميه اللي فيه وبتلاقيه معاكي دبل. وكده ما بيقدرش ايه اللي هو ايه، يقدر يخلي فيه ميه تطلع من البطرمان بعد ما تخلصيه، يعني بعد ما تركنيه على جنب كده اللفت بيبقى واخد خلاص، بيبقى دبلان والميه اللي فيه نزلت، على قد ما بيقدر ما بينزلش منه ميه. تمام كده. طبعا انتوا شايفين الميه ازاي، انا عماله انزل في اللفت وفي ميه تحت. تمام، شايفين الميه قد ايه نازله من اللفت دي. بصراحه بسم الله ما شاء الله على حبه الملح بيعملوا معايا نتيجه مش عايزه اقول لكم. طبعا انا كده حطيت معايا هنا حطيت معايا القرنبيط، حطيت معايا الجزر، حطيت هنا طبقه لفت. تمام، وحطيت برضو حبة فلفل كده، كام قرن كده مقطعهم، خدت منهم حبة كده حطيتهم. تمام. هنزل دلوقتي بقى ايه، هروح عاملة ايه بقى، هنزل كده بقرنين فلفل برضو في النص، عشان انا عايزة يدي طعم. تمام، وهنزل هنا برضو بحبة بنجر، انا مكترة البنجر هنا. انا بقى مكترة البنجر هنا، حاطة 2 كده كبار، وانا المفروض كنت حطيت واحدة، يعني احنا المفروض كنا حطينا واحدة، لا، انا بقى ايه، خدت شوية، يعني نص واحدة كده خدتها وحطيت 1.5. تمام كده. انا هنا عايزة المية بتاعت اللفت بتاعتي بتبقى يعني ايه، حمرة. كل ما بيقعد معايا كل ما هيديني فايدة معايا اكتر، كل ما هيديني طعم، البنجر هيديني طعم في المخلل بتاعي كله. تمام. انا قلت لكم حطيت 1.5، قطعتهم وخدت نص واحدة بشرتها. طبعا انا بشرتها هنا عشان انا عايزه البنجر معايا لما بيقعد صحيح، كل ما بيقعد معايا بيخرج، بس انا بقى عايزه تدي شكل كده وتدي لون وتدي طعم للمخلل. طبعا دي لما بتتبشر مش عايزه اقول لكم في المخلل، انتوا لو حطيتوا البنجر نصه بشرتوه نصه قطعتوه، والله بيدي للمخلل طعم رائع. يعني حاجة بصراحة، البنجر ده بسم الله ما شاء الله عليه، لو الناس بجد تعمله وتستفاد بيه في اي حاجة جميل. طبعا احنا هنا خدت كده معلقتين كبار، حطيتهم وقلبتهم في المخلل. بصوا بسم الله ما شاء الله عليه، اول ما نزلتها عملت معايا لون قوام ازاي. طبعا الحاجة لما بتتبشر بتدي معاكي طعم، وفي نفس الوقت بتدي معاكي لون. احنا هنا اعتبر ده اللون بتاعنا، احنا مش هنستخدم الوان من اللي هي الالوان دي، احنا لا، احنا مش حابينها، احنا الحاجة عندنا طبيعية، مش عايزين اي حاجة نخش فيها. ده احنا عندنا حاجة طبيعية، هو اللون ده بتاعنا. البنجر بيدي لون حلو وبيدي طعم حلو وليه فايدة عالية. تمام كده. انا هنا حطيت حبة قرون فلفل تاني. تمام كده. وحطيت بقية الجزر بتاعي، وحطيت بقية اللفت، وحطيت طبعا بقية القرنبيط والفلفل. طبعا بسم الله ما شاء الله عليه، شكل البطرمان يفتح النفس. طبعا يا حبايبي انا كده خلصت شكل البطرمان معايا كده بعد ما خلص. بصوا شكل البطرمان بسم الله ما شاء الله عليه. معلش بقى لا طولت عليكم. بشكر اخواتي وحبايبي اللي بعتولي في الكومنتات، ربنا يخليكم ليا ويجعلكم نعمة في حياتي دايما، انتوا عيلتي التانية، هتوحشوني جدا. يا رب اكون بفيدكم على قد ما بقدر. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، ويا ريت تدعميني باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.